جزيلا ان شاء الله، ممكن من نترول ان شاء الله. الله خير. السلام عليكم. النهارده احنا بنستمتع مع استاذ مصطفى، وعايزين نسمعكم شعر استاذ مصطفى. ما يقول ايه يا استاذ مصطفى؟ انا ما ولدتش وفي ايدي الهشه هشه من ذهب، الله، ولا كسوتي كانت حرير يا حبيبي، وكان ابويا مليونير، الله، لكنه كان راجل فقير، رسماله في الدنيا ضمير، واللقمه بيجيبها بتعب. وانا لما جيت ماليش في استقبالي غير فني وهمي وشوك بيتعطش لدمي وريشه من قلب الحطب. ما انا ما ولدتش وفي ايديا الهشه هشه من دهب، ومشيت على الشوك اللي بينبت انين، مغصوب ومعصوب العينين، شقيان في موكب كل ناسه مرتاحين، او الا منه زي روحي الشقيانين. جايز وجايز، بس انا حاسس باني، ايوه حاسس اني عاجز، رغم افكاري ومهدي وصحتي، وبرغم ريشتي وصفحه العمر اللي ناقش فوق سطورها قوتي. واليوم سالته مع السبب راح اقول لكم، وكلامي كل كلام مشحون بالغضب. انا ما انولدتش وفي ايديا الهشه هشه من ذهب. انا كلمتي من قلب بطن الارض طالعه زي اشجار الكافور، ضليل على الفقراء ورحمه للي نايمين في الكفور. انا كلمتي من قلب طين الجهل نبته، مؤمنه بالعلم نور. انا كلمتي شجره كروم، ساعه ما تاخدها الرياح بتشدها تاني الجذور. انا كلمتي وهواكوا تفتكروه غرور، ساعة ما يحضنها الورق بتخلي قيمة للسطور. الله الله، هي كلمة الأستاذ مصطفى وكلمة كل شاعر صادق يكتب للإسلام، ويكتب لنصر ونشر الفضيلة، ويكتب للخير ولمحاسن الأخلاق في كل بقاع أرض بلغات العالم. الحمد لله، هي الكلمة اللي يقصدها الأستاذ مصطفى. الحمد لله، ونحييك معنا يا أستاذ مصطفى. الله يخليك، وأهلا وسهلا بيك ومرحبا، وشكرنا حنستمتع مع شعرك إن شاء الله. وهشتني لصوت أنا مبحوح جدا النهارده. ذكرت أبيات لشاعر اسمه حفيظ بن رجب الدوسري. طب وفي اتصال بالسعودية والشاعر ده سعودي، طيب يمكن بيتصل ولا حاجة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا اخي طارق؟ الله يرضى عليك يا حبيبي. كيف حالك؟ من معي؟ الله يسر. انا علي. اهلا بيك يا اخ علي. انا بكلمك من السعوديه الحين والله. اوصل الاخ مري؟ انا من السعوديه. سعودي. بس لكتني الاصل. اهلا وسهلا بك. اهلا بيك. ازيك يا اخي؟ بك يا حبيبي. كيف حالك؟ احمد الله. حياكم الله. واياك يا حبيبي. والله يعني احنا بدنا نسمعك اكثر من مره، بنزهق ولا نمل. الله يرضى عليك. شكرا جزيلا. الله يعطيك العافيه والصحه. شكرا جزيلا. ونريد التلوين في الالحان التي طبعا نخشى ان نقول ضاقت صدرنا منها، ولكن التقى كلها الناس بخير. نعم. نود التلوين في الالحان ويخاطب الكبير والصغير وليس بوتيره واحده حتى لا نمل. حاضر يا حبيبي. نشكرك على ذوقك وطيبكم، الله تركم كل شيء. الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا يا اخي. وحيا الله اهل باكستان، وحيا الله اهل السعوديه، وحيا الله اهل مصر، وحيا الله العالم الاسلامي من مشرقه الى مغربه ومن جنوبه الى شماله. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. امين امين. وانصر الاسلام والمسلمين. آمين. وبارك للاسلام والمسلمين. امين. وارفع الدين عنهم يا رب العالمين. امين. بارك لهم يا رب في حلهم وترحالهم. امين يا رب. في الابيات الجميله اللي بتاع عن انا هذا شعر التهم ان هو مغرور، فحب ان يذل نفسه لله. فانا في المحوح النهارده سامحوني يعني بدات تسامح. فقال في الابيات دي: انا الفقير، انا الحقير، انا الفقير، انا الحقير، انا الصغير خرجت من بين الترائب جثة. انا الفقير، انا الحقير، انا الصغير خرجت من بين
التراي جثة عبرت طريق العابرين وسرقت زاد الراحلين عبرت طريق العابرين وسرقت زاد الراحلين وشربت ماء الماء من جدي وغادرت السنين مائي هو الماء القراح شرابه حلو المذاق وطعمه طعم النفاق وأصل خلقته من الماء المهين أنا الفقير أنا الحقير أنا الفقير. طبعا لا يجوز أن الإنسان يحقر نفسه إلا في ذات الله وإلا في جناب الله، وإلا إن المؤمن عزيز ولكنه في ذات الله فقير وصغير وحقير وذليل. اللهم أعزنا بعزك آمين يا رب العالمين. هجرة المصطفى ورجوعا إلى فرقتنا الذين نسألهم يجدون بنا وأن يحبون بنا إلى معالي النغم، من كلمات صلاح محمد ومن ألحان محمد الحسيني ومن أداء المجموعة لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لهجرة المصطفى رب العباد اصطفى، لهجرة المصطفى رب العباد اصطفى، واختار ليه المدينة اختار ليه المدينة. لهجرة المصطفى رب العباد اصطفى، لهجرة المصطفى رب العباد اصطفى، واختار ليه المدينة اختار ليه المدينة. أهل المدينة استنوا والمسلمين هنوا، أهل المدينة استنوا والمسلمين هنوا، وبكل فرحة تمنوا يوصل أحمد نبينا يوصل أحمد نبينا. لهجرة المصطفى رب العباد اصطفى، لهجرة المصطفى رب العباد اصطفى، واختار ليه المدينة اختار ليه المدينة. وبعد عذاب سنين هاجر ليها الأمين، بعد عذاب سنين هاجر ليها الأمين، وبالحق المبين فرح قلوب حزينة فرح قلوب حزينة. لهجرة المصطفى رب العباد اصطفى، لهجرة المصطفى رب العباد اصطفى، واختار ليه المدينة اختار ليه المدينة. وآخى بين الناس وتبدل الإحساس، وآخى بين الناس وتبدل الإحساس، ومن هذا الأساس بنى الدولة الحصينة بنى الدولة الحصينة. لهجرة المصطفى رب العباد اصطفى، لهجرة المصطفى رب العباد اصطفى، واختار ليه المدينة اختار ليه المدينة. بالحكم بالقرآن نشر فيها الأمان، بالحكم بالقرآن نشر فيها الأمان، وبرضا الرحمن نورت المدينة نورت المدينة. لهجرة المصطفى رب العباد اصطفى، لهجرة المصطفى رب العباد اصطفى، واختار ليه المدينة اختار ليه المدينة. وفي جمع من صحبته